عبد الكريم الزامل، تعليقك على النتيجة أول حاجة. والله شوف، يمكن إذا شاهدنا أحداث المباراة أنا أعتقد أن النتيجة عادلة، إن لم تكن يمكن أنصفت يمكن أو ظلمت القادسية إلى حد ما، خصوصا مجريات الشوط الثاني الحقيقة اللي كان يمكن النصر شبه غايب فيها، يعني ما كان موجود. يعني كان النصر هو القادسية، والقادسية هي النصر اللي لو يجي واحد يتفرج يقول هذا بطل الموسم الماضي وهذا ويلك بالقدساويين. ايوه لا منطقيا لو واحد جاء وتفرج قالوا بيلعب الآن بطل الدوري وفريق صاعد، لا بطل الدوري وبطل الدرجة الأولى. بطل الدرجة الأولى، لو يقولوا له بس وين حدد لنا وين بطل النصر وين النصر وين القادسية، لعكس الفريقين. النصر أنا من وجهة نظري النتائج هذه طبيعية، أنا بالنسبة لي مطلع وعارف أنها طبيعية. والأسبوع قبل أسبوع سألتني أبو بدر لماذا النصر خسر السوبر، وقلت لك النصر لو قابل أي فريق من ال 13 ما راح يفوز في الفترة هذه. البعض قال هذا انك قاعد تقلل من الهلال، لا انا ما اقلل من الهلال، وانا اقولها وانا صادق، انا النصر لا زال في معسكر اعدادي الى الان. تدخل موسم ب 15 يوم اعداد، هذا لا يمكن ان يحدث في اي فريق. كل الفرق الان مستعده. وين انت صار لك الحين السوبر صار له قريب الشهر، انت لا لعبت مع الهلال ولعبت مع هاجر. لا انت الان القادسيه تقارن استعدادك بالقادسيه هو افضل منك استعداد. المعدل اللياقي للاعب القادسيه افضل منك بكثير، زي هجر وايضا الهلال قبل ذلك. وبالتالي انا قلتها لك، النصر لو يقابل اي فريق من ال 13 لن يفوز، وهذا تحقق الان. وبالتالي احنا يعني في خلال هذه المباراه النصر ورغم سوء الاعداد ورغم عدم الجاهزيه البدنيه كان بامكانه ان يظهر بنتيجه افضل او بمستوى افضل على الاقل في الشوط الثاني، لكن هناك اخطاء يتحملها المدرب وايضا اللاعبين. يعني احنا مشاهدنا يمكن مستويات اللاعبين الحقيقه، يعني لاعبين اللي شاهدناهم اليوم أشباح، خصوصا في الشوط الثاني، أخطاء دفاعية الحقيقة لا يمكن يرتكبها لاعب درجة ثانية. شاهدنا يمكن يعني الهدف القدساوي تعد بغض النظر انه جاء من تسلل، يعني ما احب اتكلم عن الحالات التحكيمية، ولكن لو تشوف التمركز وتشوف اللي قاعد اصلا شايل الحمل، تصور محمد السهلاوي راجع هو اللي قاعد يدافع، وين المدافعين؟ دفاع النصر بحاجة لتنظيم، بحاجة للاعب قائد. يعني مع الاحترام يعني مع الاحترام محمد حسين مع الاحترام والتقدير محمد حسين، انا ابصم لك لو يتم الغاء عقده ما يتعاقد مع نادي درجه ثانيه. اوف، انا اقولها لك، يعني اللاعب منتهي فنيا، لا يمكن ان يخدم الفريق، والحقيقه هو وجوده يظلم المدرب ويظلم الاداره وجوده الان. طيب على اساس جددوا معه محمد حسين؟ بناء على مثلا ما قدمه الموسم الماضي، وعلى اساس انه يمكن اعتمدوا على عمليه الاستقرار، ولكن مو في كل حال الاستقرار. نعم. الاستقرار احيانا يكون مع لاعب مفيد للفريق. طيب. ولكن مثل محمد حسين هو قنبله مزروعه في دفاع نادي النصر.